الخواجة الجواهرجي اللي دايما يطلع مدرس لغة فرنسية اللي هي أصلا مهنته قبل أصلا لما بيمثل في الأفلام. هي أصلا مهنته كده. هو كلنا بنحسب وبنعرف ان هو من اوروبا، يعني كلنا بنحسب ان هو خواجة من فرنسا، لكن هو اصلا عربي وجذوره عربية واصوله عربية وهو عربي. طب هو ليه ما بيعرفش يتكلم كلمتين؟ يعني بيتكلم عربي بس عربي مكسر، مش اللي هو العربي اللي احنا عارفينه بتاعنا، العربي الاصيل اللي هو على ايه المفروض بقى مولود في مصر ومن اصول لبنانية. لكن هو ليه بينطق ليه كده عربي مكسر واثرت ليه على لغته؟ ليه وان احنا عارفينه تقريبا بيتكلم فرنسي في فرنسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي وعيلتي وناسي، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة جيدة واسعد حال، واهم حاجة الصحة والستر وراحة البال. اوعوا تنسوا تصلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. استغفر الله العظيم واتوب اليك. جددوا ايمانكم بشهادة ان لا اله الا الله سيدنا محمدا رسول الله. اذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم ارحم اختي وارحم اخي وارحم أبي وأمي، وارحم جميع موتانا المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم اشفي كل مريض شفاء لا يغادر سقما أبدا. اللهم اشفي كل مريض يتألم ولا يتكلم. النهارده زي ما قلت لكم هنتكلم عن الخواجة. الخواجة مين؟ الخواجة أدمون سليم تويما. طب هو ليه خواجة وليه اتنطق وانتي بتقولي ان هو اتولد في مصر من اصل لبناني؟ اولا عيلته جت هنا في مصر اقامت هنا اقامة كاملة في مصر، وهو اتولد في مصر فخد الجنسية المصرية، لكن هو من اصل لبناني. اتولد في 10 ديسمبر 1897 وتوفى في 6 أغسطس 1975، يعني عن عمر يناهز 78 سنة. طب هو ليه بيتكلم هو وجذوره كده وبيتكلم كده؟ أهله ألحقوه بالمدارس الفرنسية فتشبع باللغة الفرنسية، فأصبح رغم إن هو لبناني المفروض يتكلم حتى لبناني بحكم اهله ان هم من اصول لبنانيه او ياخد اللغه العاميه المصريه، لكن بحكم ان هو قعد من الصغر للكبر وهو بيلتحق بالمدارس الفرنسيه، فاصبح بيتكلم عربي مكسر. وكمان حكم وظيفته كمدرس لغه فرنسيه في المدارس الفرنسيه في القاهره، فعشان كده بقى يتكلم عربي مكسر وتقريبا بيتكلم اللغه الفرنسيه. الممثل أدمون سليم تويما هو ابتدى لما التحق بالمدارس الفرنسية. طبعا التحق بوظيفة في إدارة المسرح، يعني مدير عام في إدارة مسرح جورج أبيض. فاستغل الموضوع ده جورج أبيض وابتدى إن هو يقتبس من الروايات واللغات، يعني من الروايات والأعمال السينمائية الفرنسية، ويخليها ويقتبسها من اللغة الفرنسية للغة العربية. استغل الموضوع ده وخد الخواجة أدمون سليم تويما وأخده علشان يترجم اللغة الفرنسية للغة العربية. ابتدى بقى أدمون يسافر للبلاد الأوروبية، ويسافر عشان ياخد الروايات دي ويترجمها للغة العربية. وأصبح إن هو يقتبس من اللغة الفرنسية علشان أي عمل أو أي رواية أو عمل سينمائي ويخليه يترجمه للغة العربية ويمثلوها كأفلام عربية. أدمون 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 سليم تويما هو كان اشتغل برضو في العديد من الأفلام، منها حكم حكاية حب، وكمان ألمظ وعبد الحمولي ونادية ودعاء الكروان وكتير كتير من الأفلام. كان دايما مشهور ان هو بيشتغل جواهرجي وبيشتغل جرسون او مدير في اوتيل، يعني وبيتكلم ان هو خواجه، بقى خواجه في مدير في اوتيل، ودايما مدرس لغه عربيه. وده ظهر جدا في دعاء الكروان وحكايه حب. وهو حب جدا مجال الفن وكان بيجري في دمه وكان يعشقه للمسرح. وعايزه اقول لكم ان هو من كتر ما قلت لكم بيتشبع باللغة الفرنسية بقى أصبح عربي، لغة عربية مكسرة. وهي دي كانت حكاية الكومبارس
أدمون سليم تويمة، واللي اتولد في مصر ومن أصل لبناني، وتوفى في 6 أغسطس 1975. والكومبارس طبعا زي ما انتم عارفين دايما كان يطلع بدور ضابط، دور دكتور، دور مدرس، دور أيا كان الدور. فرغم ان هو لا يتقاضى 4 جنيهات، ويمكن يكون كمان يتقاضى جنيه واحد. هي دي حكاية الكومبارس، أشهر خواجة، الخواجة أدمون سليم تويمة. النهاردة هنتكلم عن الكومبارس التاني، هو أحمد شوقي، وهو من مواليد القاهرة. اتولد في 29 مارس 1928، وتوفى في 6 مارس 1984، عن عمر يناهز حوالي يعني 56 سنة. واشتغل في العديد من الأفلام، واشتهر كممثل، واشتغل في بنت البادية، وابن حميدو، حب وإعدام إسماعيل ياسين في البوليس، واشتغل كتير من الأفلام. وهو عايزة أقول لكم إنه هو أصلا كان بيشتغل مدير مدير عام في الإدارة المسرحية التربوية في وزارة التربية والتعليم، وده كان وظيفته الأساسية قبل ما يكون كومبارس. وهي دي حكاية الكومبارس، اللي هو الملح، اللي هو لا يمكن الاستغناء عنه في أي عمل سينمائي أو أي عمل تلفزيوني أو في مسرح، إلى أن توفى في 6 مارس 1984. وهي دي حكاية أشهر كومبارسين: الكومبارس أدمون سليم تويمة، الخواجة الجواهرجي اللي هو عربي وبيتكلم عربي مكسر، والفنان أحمد شوقي اللي هو كان مدير عام في إدارة التربية المسرحية في إدارة وزارة التربية والتعليم. وإزاي كانوا بيشتغلوا وإيه عملهم قبل ما يمثلوا ويخشوا المجال، وهم إزاي كان رغم إن هم كومبارس لكن اشتغلوا في مناصب مهمة جدا. يعني الخواجة أدمون سليم تويمة اشتغل مدرس لغة فرنسية، وكان بيشتغل مدير عام في إدارة مسرحية. والفنان أحمد شوقي كان بيشتغل مدير عام في وزارة التربية والتعليم. يعني كانوا بيشتغلوا مناصب مهمة قبل ما يشتغلوا في مجال التمثيل. وزي ما قلت لكم، كومبارس لا يتقاضى إلا 4 جنيهات أو ممكن جنيه. وهي دي حكايتنا عن 2 كومبارس، أشهر خواجة والفنان أحمد شوقي. وهو ده كان حكايتنا النهاردة. اوعوا تنسوا تصلوا على الحبيب. حبايبي عيلتي وناسي، ممكن لايك وسبسكرايب فضلا وليس أمرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا من القلب.